كابتن نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر، اهلا بيك، منورني في فورت بلس. ميرسي، شكرا ليكي. ازيك، عامل ايه؟ والله انا الحمد لله كله حلو، كله زي الفل. مبسوط بوجودي معاكم يعني. ميرسي. قول لي بقى اسمك وسنك وعنوانك. ده تحقيق بقى. انا رباعي ولا ثلاثي عايزه؟ انا اسمي نادر السيد اهم ابراهيم. حاجه سنك، عندك كام سنه؟ نادر احنا في السيد فورت بلس إبراهيم. فعايزين نعرف. نادر السيد ابراهيم. اصلا من المنصوره، يعني اهلي وتربيت في المنصوره. ومواليد 31/12/72 في يعني اخر يوم في السنه، يعني 52 almost 52. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. برج الجدي. برج الجدي. حلو. بيقولوا ان برج الجدي في الرجاله اصعب بكتير قوي من برج الجدي في الستات. هو مش صعب، هو فيه صفاته ايه، بس انا شايف ان صفات برج الجدي بالحقيقه في الرجاله صفات كويسه قوي يعني. زي. اولا هو عنده تحدي جدا، مش سهل قوي ان هو يستسلم. ده حقيقي. بتميل شويه ان يبقى بعيندي شويه. عنده ثقه كبيره جدا جدا في نفسه، واثق قوي في نفسه، بس هو انا قابل للتطور. انما ممكن يكون هو مقتنع قوي بنفسه، يعني برايه بشخصيته بافكاره. اعتقد كده يعني. ما اعرفش عيوبه بقى. عيوبه مش عارف الحقيقه. لا. عيوبه ما اعرفش الحقيقه. انت عايش معاه بقالك 52 سنه فاكيد عارفه كويس. عنده رومانسيه في الحياه. ما اعرفش، بيحب الفاميلي يعني. ده حقيقي. ملتزم قوي مع الفاميلي، وبيحب الفاميلي جدا. الحياه العائليه والاسريه مهمه. قولي لي انت بقى، انت عندك هو بالمناسبه انا جدي. اوكي. فهو ده حقيقي، دي صفات برج الجدي. ستات ورجاله هم بيحبوا العيله جدا. انت مواليد ديسمبر برضو؟ 29 في اخر يوم برضو. 29 يعني معايا يعني. اوكي. فهم كوميتد جدا للعيله، بيحبوا فكره العيله. صح. مواليد برج الجدي في الستات متهيالي هم متشابهين الستات والرجاله في شويه حاجات. هم رومانسيين، بس صح. مش هيعرف كده غير قريب قوي منهم. يعني في الاغلب اللي حواليك مش هيبقوا عارفين الصفه دي عنده، بس مراتك ممكن تبقى عارفه. مراتي عارفه. العيله، مامتك ممكن تبقى عارفه. بالظبط. صاحبك، ولادي، ولادك. بناتي بيشتكوا الحقيقه مني. يعني تو ماتش يعني كتير يعني، فاهم كلامي؟ بس هو بناتي يعني طب انا عندي بحبهم جدا وفي نفس الوقت عايز اعبر عن مشاعري معاهم، فاهم؟ فهم ساعات بس اقول لهم انا برضو يعني بقول لهم انا كده هعمل، فاهم؟ بس دي حاجه حلوه جدا. لانه البنت حبيبه ابوها. ده حقيقي. وبالنسبه لها ابوها هو الريفرنس على فكره. ده حقيقي صح، مظبوط. فبالعكس حاجه مهمه جدا، وابوها يبقى قريب منها وهو الايدل. ده حقيقي. والبنت كمان كانت مره انغام ضيفه في برنامج، فكانت بتقول البنت لازم تشبع بنوة من ابوها. مظبوط. فده حقيقي، ده اللي بيخليها بعدين بتبقى فاهمه اولا تعرف تختار شريك حياتها. صح. يبقى عندها ايدل اوريدي. صح، مظبوط. في نفس الوقت هي مش محتاجه. هي اوريدي شبعانه حنان وابوه ومن باباها. بس انا معاكي جدا في الموضوع ده، بس هو كل واحد ليه دور في الحياه يعني. زي ما انت بتقولي صح، ان هو ممكن يكون البنت بتشبع من ابوها كأب. انما الاب مش هيعوض دور ابدا، او مش هيعوض دور الام، مش هيعوض دور الزوج. لا طبعا. مش هيعوض دور الابن. فطبعا بس هو اهم حاجه ان هو يملى المساحه بتاعت الاب، وده شيء مهم. بس هو الاب نفسه، ما هي بس خدي بالك دي بتعمل مشكله تانية عند البنت، ان هي لما بتيجي بتختار بصفات الاب معايا في بعض الاوقات. بيبقى الاب في بعض الاوقات سواء كان بقى في الاهتمام بتاعه، سواء في المشاعر بتاعته، سواء كان في تحمل المسؤوليه تجاه بنته، سواء في مسانده بنته، سواء كان فاهماني. فلما بتلاقي حاجات من دي ناقصه في الشخص اللي بتقابله، بتحس انه في حاجه غلط. انا معاك جدا. بس هو الدور بتاع يعني دور الاب ده هو اول سلمه طبعا. ففي النهايه هو لو مش موجود كل السلالم اللي جايه بعد كده فيها مشكله. صح، مظبوط. فاتس اوكي. لا هو يبقى موجود. مش سلمه، لا هو الاساس طبعا. وبعد كده الباقي سلالم يعني. طبعا. طبعا. لان هو بيفضل يعني موجود الاب مع البنت او مع اولاده
طول حياته طول ما هو عايش. لان هو في الاول والاخر مش معنى مثلا البنت او الولد حتى ابتدى حياته ان هو يعمل اسره تانية ويعمل بعيله تانية، معنى كده ان هو بالعكس ده هو السند بتاعه دايما. يعني طبعا. انا شايف ان دور الاب هو السند، وهو اللي بيطمن الاولاد حتى طبعا. لو كانوا مش عايشين عنده، مش عايشين معاه. طبعا. صح مظبوط. احكي لي كده عن طفولتك، الطفل اللي اتولد في الريف. ايوه بالظبط. وكان عنده حلم كبير. امتى عرفت ان انا عندي الحلم ده جوايا؟ واحنا ولاد الريف يعني ولاد القرية. ايوه صح مظبوط. فقول لي كده طفل القرية ده وهو شايف ان القرية ضيقة بس انا عندي حلم كبير اكبر من كده. احكي لي بقى. اولا انا كنت محظوظ قوي ان انا اتولدت وعشت في الريف في القرية الحقيقة، يعني لان المجتمع اللي بيربيك طبعا. يعني في المدينة برضو في المدن في الاول والاخر الحياة المجتمع مش مقفول بس هو مقفول، يعني المجتمع مفتوح قوي بتاع القرية. يعني مش مثلا مجتمع المدينة مثلا في الاخر هو عيلتك اللي انت عايش معاهم، مدرستك اللي انت بتروحها، صحابك او اللي هم جيرانك، ومثلا لو انت بتروح نادي ولا ايا كان فده مجتمع تاني. يعني المجتمعات دي مفتوحه مقفوله في نفس الوقت. انما مجتمع القريه هو فيه كل حاجه مفتوحه معايا، فالناس كلها تعرف بعضها والناس كلها مع بعضها. ممكن جدا تكوني الواحد اكون ماشي في الشارع مثلا وعلي صوتي تلاقي مثلا واحد كبير يقول لي تعالى هنا، مش انت ابن فلان الفلاني ما تعملش كده. فهو المجتمع بيربيك. انما لو انت ماشي في الشارع هنا في القاهره مثلا على سبيل المثال ما حدش يقول حاجه لحد يعني وبعدين العيشه في القريه حلوه قوي في الريف. يعني اولا سهله، اولا فيها كده نوع من انواع يعني الراحه والريلاكس انا الحقيقه كنت محظوظ قوي ان انا عايش في قريه. مساله الحلم بقى ده كبر، مش كبر يعني كبر معايا خطوه خطوه. يعني ما جاش مره واحده، او مش مثلا جيت قلت ايه انا عندي حلم اكون لعيب كوره او ان انا العب كوره او حاجات من دي، لا خالص. يعني الحلم كان ابتدى حته حته. طب انا عايز العب مع اصحابي، طب انا عايز ابقى مثلا، وانا بحب قوي من وقت وانا بلعب بحب قوي ان انا اكون جول، يعني العب جول كيبر من الاول خالص. من اول خالص من وانا عندي 8 سنين. من وانا عندي ما نزلتش لعبت والكابتن بلعب بعرف العب وكده حاجات من دي. مفيش كابتن بقى في الشارع. مفيش كابتن في الشارع. فلا هو عندنا في الريف في البلد يعني مفيش شارع، هو في ساحه بيقول عليها جرن بيقول عليها مساحه مفتوحه. اي مساحه مفتوحه فهي ملعب بالنسبه لنا. في حوش المدرسه اي حاجه اي مكان. فعشان ده خدي بالك على الناحيه التانية بقى هتلاقي ان كتير من اللعيبه جايين يا اما من الارياف يا اما من الصعيد. لان ده علميا بقى ان هو الولاد اللي بيجوا دول بيبقى عندهم في علم التدريب بقى بيبقى عندهم حاجه اسمها الكوردينيشن او الاداء الحركي او التوافق العصبي العضلي بيبقى اكتر بكتير من بتوع القاهره. ليه؟ لان هم بيلعبوا في اي وقت وفي كل وقت، فبالتالي ده بينمي عندهم الاداء الحركي معايا بشكل طبيعي. هو مش بشكل تدريب ومدروس، بشكل طبيعي. انما هنا مثلا هتلاقي الولد هنا عشان يلعب لا ما ينفعش تلعب قدام البيت، لا لازم تروح النادي، لا ما ينفعش. فبالتالي الموضوع محدود قوي يعني. فالحلم بدأ شوية ان انا ابتدي العب مع اصحابنا، مش عارف نعمل فرق ونلعب بعض، نلعب في مركز الشباب بتاع البلد، نلعب بقى مع مراكز الشباب اللي حوالينا. فده حلم ان انا ابقى بلعب بقى في الفريق الكبير بتاع مركز الشباب. وبعدين طب نروح بقى النادي الاقرب بالنسبه لنا ونادي المنصوره كان وقتها. فده بالنسبه لي حلم مع ان انا العب في نادي المنصوره. وبعد كده لما رحت ما ينفعش رحت المنصوره، رحت نادي كيرنس اللي هو قريب من البلد عندنا. بعد كده ده كان بالنسبه لي حلم برضو. يعني الحلم بدأ خطوات. يعني ما جاش مثلا ايه انا حلمي ان انا العب منتخب او حلمي ان انا اروح نادي الزمالك او حلمي ان انا احترف بره. بس ايه اللحظه اللي جت عرفت انا هبقى لاعب كبير؟ انا كان عندي الرغبه، ما كانش عندي التاكيد. يعني عندي الرغبه. يعني ابويا الله يرحمه قلت له انا مره بتفرج على ماتش كده برضو وبعدين بقى عرفناهم وبقوا اصحابي وكده، منتخب صغيرين تحت 16 سنه كانوا بيلعبوا ماتش كده مع فرقه مش فاكر فرقه ماتش يعني في منتخب يعني. فقلت لابويا قلت له ان شاء الله هكون زيهم معايا زي وانتوا قاعدين بتتفرجوا وانا قاعد بتفرج على التلفزيون. كان عمرك قد ايه؟ عمري كان مثلا 10 سنين.
11 سنه. وبعديها ب3 سنين بقيت زيهم، يعني بعديها رحت بقى منتخب مصر 16 سنه، وبعد كده رحت نادي الزمالك وهكذا. قول لي ايه الفرق بين طفولتك وطفوله ولادك؟ طفوله من نواحي الرعايه. ده الرعايه النفسيه مهمه قوي طبعا. يعني ده مهم جدا بالنسبه لنا. البيئه المحيطه حواليهم. بس انا حاولت اعمل ميكس ما بين طفولتي وطفولتهم. يعني كنا دايما بنروح البلد، كنا دايما في الاعياد بنروح البلد. فربطتهم بطفولتي انا، وكنت دايما بتكلم معاهم على طفولتي. وايه الفرق ما بين طفولتي وطفولتهم. ده مش معناها ان انتوا لازم تكونوا زيي، لا بالعكس، كل اب بيكون عايز ولاده احسن منه. اكيد في التعليم افضل. اكيد كمان في البيئه المحيطه برضو افضل في ان هم يكون عندهم، عايز اقول لك ايه، يكون عندهم يعني شايفين العالم اكتر. يعني برضو القريه برضو مقفوله يعني. يعني الاهتمامات، اكيد الاهتمامات. وطبعا مع التكنولوجي بقى ومع الحاجات دي كلها بقى بتختلف تماما. يعني احنا في الاول والاخر كان عندنا تلفزيون، يعني يعني بالنسبه لنا بننام بعد نشر 9 يعني. فمن كانت معروفه كده بالظبط ان احنا في تمثيليه الساعه 8 بتخلص 9 الا ربع، بعد كده حديث الروح من 9 الا ربع ل9، ومن 9 بعد كده النشر، وبعد كده ننام. فاكر كان التلفزيون يعمل طبعا احنا ولادنا ما يعرفوش الفقره بتاعت من التليفون. الساعه 12 الساعه 12 وبعدين لو سهرت التلفزيون الساعه 12 بتقش، وبعدين ما فيش، فاهم. وبعدين يعني انا فاكر بالظبط البرنامج بتاع التلفزيون، يعني بعد صلاه الجمعه كان بيبقى فيه فيلم عربي او ماتش مثلا بعدها يعني. فلا سينما الاطفال كانت اللي هو الساعه 11 اعتقد يوم الجمعه حاجه كده. فلا يعني كانت طبعا مختلف تماما. طبعا طبعا. طب قول لي ايه اللي حصل لك في طفولتك كنت حريص ان هو ما يحصلش مع ولادك، والعكس؟ ايه اللي حصل لك في طفولتك وكنت حريص انه يحصل مع ولادك؟ ان انا اتربى، ان انا اكون متربي اولا دايما ربنا موجود في حياتي يعني. وعلاقتي بربنا مهمه جدا جدا جدا. ده ما فيهاش بقى طفولتهم. ده شيء اساسي بالنسبه لنا في حياتنا. واللي خدته من طفولتي ان انا حطيت لهم كده مثلث في الحياه، ان انت عندك المسلسل ده يعني اعلى حاجه في المثلث هو العلاقه مع ربنا. والعلاقه مع ربنا مش مرتبطه بس بالصلاه. يعني انك انت تكون عندك علاقه مع ربنا، مش بس الصلاه. هي الصلاه طبعا جزء مهم جدا، بس انت بتقابل ربنا فيها. بس في علاقتك مع ربنا في حاجات كتير بقى، في تفكيرك، في افكارك، في الحاجات اللي انت مؤمن بيها، في تعاملاتك مع الناس، في تعاملاتك مع نفسك انت. حاجات كتيره جدا جدا. في كمان ان يعني ان قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيسامحنا. فخليك متسامح مع نفسك. ده ربنا اللي خلانا وهو متسامح معانا، فخليك متسامح مع نفسك، ما تصعبش الدنيا يعني. وعلى نفس الخط الرياضه، ان يكون الرياضه دي موجوده في حياتكم، والتعليم. هو ده المثلث الحياه بالنسبه اللي انا اخدته من طفولتي واديته لاولادي. بس ايا كان بقى، في منهم ممكن يبقى عنده موهبه فيوصل في الحاجه اللي بيلعبها. اوكي، ده الحمد لله. لو ما حصلش يبقى بس موجوده في حياته دايما يعني. الرياضة بتقرب الولاد من ربنا، بتخلي فيه عمار بينهم وبين ربنا، لأنه بيلعبوا جوه فرق فبيعرفوا فكرة الجماعة. أحيانا بيصلوا جماعة خصوصا الولاد. بس أنا فصلت أول الموضوع ده لأن الناس بتخلط في الأمور دي. مش معنى أن أنا أكون قريب من ربنا معنى كده أن أنا هكسب، أو معنى أن أكون قريب من ربنا معنى كده أن هبقى كويس في الماتش. ده خالص. الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى في الحاجة اللي أنت بتعملها أنت بتاخد ثوابها أصلا. عشان هتلعب بقى وتكسب، فانت لازم تشتغل طبعا. يعني لازم تتمرن وتشتغل. فالفصل ما بين ان يكون في علاقه مع ربنا، لان هو ربنا امرنا ان احنا نستعين بيه، فلما نستعين بيه بناخد ثواب. طيب كسبت عشان اشتغلت واجتهدت واتمرنت كويس وحاجات من دي وكده. ففي الاول وانا مؤمن ان بقدر ربنا سبحانه وتعالى كل شيء هيحصل يعني. فهي النقطه طبعا اكيد طبعا الفرق وحاجات من دي بتقرب، ان يد الله مع الجماعه. بس هي النقطه كلها ان ساعات الناس يعني بتتجنى على العلاقه مع ربنا يعني، او ان هي يعني هو انا لازم اشتغل. يعني لازم اشتغل ولازم اعمل كل الاسباب اللي تخليني ان انا احقق نجاح في حياتي، او ما احققش نجاح في حياتي
هستعين بالله تاني عشان ربنا يقويني، فاهماني؟ بس يعني بيجي شخص يقول ليه ربنا، ليه يا رب ما عملت فيا كده، ليه يا رب ده ربنا ما بيعملش انا حاجه دعيت وحشه لك ابدا. كتير وبتاع، لا ليه لا، هو يعني احنا بندعي ربنا كتير، بس هو القرار بتاع ربنا يدينا امتى يعني. صح. هو بيختار دايما الافضل لينا. انا بدعي ربنا دايما ان ربنا يديني الافضل من وجهة نظره، انا ما اعرفش اصلا، فاهماني؟ صح. فهي النقطه كلها ان احنا بس ساعات بنقول ايه، ليه بقى انا عملت، لا ما هو هي مش 1+1=2. هو صح. انا في الاخر انا بدعي شيء معين، بس هو ربنا ادرى يدوني امتى، او يدوني اصلا او ما يدوش ليا. صحيح اللي ما خلفش بنات ما خلفش. والله كل حاجه وليها حلاوتها، فاهم؟ لا البنات طبعا، بس الولاد ليهم طعم والبنات ليهم طعم يعني. طب احنا خلينا في البنات دلوقتي، آه. بناتك بقى يعني. بناتي ده احلى حاجه في حياتي. صح، ده مظبوط. احكي لي عنهم شويه. انا عندي 3 بنات. جودي عندها 23 سنه، خلصت اوريدي جامعه ما شاء الله. والحمد لله كلهم بيلعبوا رياضه. يعني جودي بتلعب باسكت كانت، بس لما سافرت بقى وكده وخلصت جامعه رجعت تاني تلعب برضو، وانا يعني مساندها قوي في الموضوع ده. واحمد احمد بيلعب كوره برضو، محترف في الباوك في اليونان. وتمارا بتلعب في الاهلي باسكت بول برضو. وتيا الصغيره بتلعب هاندبول في الجزيره. بالظبط. فهم الحمد لله يعني ربنا وفقنا وساعدهم وساعدني، لان في الاخر لو انا حتى كان عندي رغبه ان هم يلعبوا رياضه هم مش عايزين، كانت هتبقى صعوبه كبيره قوي. فبس الحمد لله ربنا يعني وفقهم واكرمهم، لان انا شايف ان الرياضه ده مهم قوي 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 في حياه اي بني ادم يعني. طبعا. اللي مش قادر يعملها بدعي له ان ربنا يوفقه يعملها، لان هو مفتقد حاجه هو مش حاسسها يعني. في عائلات يعني في عائلات بتشوف انه البنات مش محتاجه قوي تلعب رياضه، يعني دي بنت فممكن تعمل حاجه تانية. لا، هو تعمل حاجه تانية والرياضه. هو اساسا خدي بالك، هو اساسا من اول ما اتولدوا وانا اتفقت مع مراتي على كده ان هو ده مش اوبشن. مش اوبشن يعني. هو الرياضه بالنسبه لهم زي بالظبط المدرسه كده يعني مش اوبشن. هي زي مش اوبشن ان هي ما تروحش المدرسه، هي مش اوبشن ان هي ما تلعبش رياضه. عشان حاجات كتير جدا. اولا من الناحيه الشخصيه بتفرق كتير جدا، من الناحيه النفسيه بتفرق كتير جدا، من الناحيه البدنيه بتفرق كتير جدا، من ناحيه الصحه بتفرق كتير قوي، من ناحيه الثقه في النفس والشخصيه بتفرق كتير قوي. ففي الاخر احنا ربنا مدينا امانه ان احنا جسمنا لازم نحافظ عليه. من ناحيه ان انت تشغل نفسك بحاجات تنفعك بتفرق كتير. دلوقتي يعني بدل مثلا ما بنتي تقول انا يلا نخرج نروح نقعد في اي كافيه ولا مطعم ولا نسافر مع بعض، لا احنا نروح نعمل اكتيفيتي، هنتمرن هنلعب. وبعدين يعني هو الحمد لله يعني جودي مثلا بنتي الكبيره دلوقتي بعد ما رجعت كانت بتلعب باسكت، قالت لي انا عايزه العب خيل. قلت لها يلا معايا. طب انا هرجع العب باسكت تاني، ماشي اوكي. طب يلا نروح نتمرن مع بعض في نعمل كروس فيت ولا يلا بينا معايا. وخدي بالك ده برضو بيخليني انا مش عشان كنت لعيب كوره، بيخليني ان انا على قد ما اقدر احافظ على نفسي وحافظ على يعني على الفتنس بتاعي، عشان انا اقدر ابقى معاهم، اتمرن معاهم، اجري معاهم. فالحاجات دي برضو بتفرق كتير قوي معايا، وبتعمل كمان ربط كده، وبتعمل احساس حلو ما بين الولاد وما بين الاب وولاده يعني، فاهماني؟ فلا عشان حاجات كتير قوي. قولي ايه الفرق بين علاقتك بولادك وعلاقتك باهلك؟ يعني ايه الفرق قصدك؟ يعني احنا كنا جيل تاني خالص، فعلاقتنا باهالينا كانت مختلفة. أيوه. يمكن كان فيها خوف شوية. تمام. احنا علاقتنا بولادنا برضو مختلفة، فيها شوية دلع شوية. صح. صح. بنعمل لهم حاجات كتيرة ما اتعملت لناش. صح مظبوط. فاحنا الجيل اللي اتربى بطريقة مختلفة وبيربي ولاده بطريقة مختلفة. بصي انا شايف ان اي انسان هو لازم يعيش بكذا صفة، مش بصفة واحدة بس. فما ينفعش ان هو يعيش مع ولاده كابن لابوه وامه، يعني يعيش مع ولاده كأب، ويفصل العلاقات، يفصل الصفات. يعني الصفات ممكن اكون انا زوج، عشان كده الناس بتخلط الامور في بعض الاوقات. يعني ايه انا زوج واب وابن واخ وصديق وفي شغلي، ف5 6 صفات بعيش فيهم.
يعني على قد ما اقدر ان انا اكون في الصفات دي، مش هقول لك 100%، بس ممكن يكون في واحده فيهم 100%، واحده فيهم 80، واحده فيهم 70، واحده فيهم 80 وهكذا. فالتوتال لو هو وصل 80 90% يبقى كده تمام جدا معايا. فما ينفعش ان انا اعيش مع ولادي او اربي ولادي زي ما اتربيت، او اربي ولادي زي ما كنت انا ابن لابويا وامي، اخلي ولادي نفس الشكل. ما ينفعش باي حال. انما وما ينفعش اقول لهم ده انا ابويا مثلا كان بيعمل كذا انا المفروض اعمل كذا، لا هو مش المفروض اعمل كذا. يعني بس في حاجات ثوابت في الحياه ملهاش دعوه بالاب ابويا او انا كاب مع اولادي يعني. ففي حاجات كتيره جدا في ثوابت في الحياه، يعني في الاخلاق، في المبادئ، في ازاي يتعامل مع الناس، ان هو ازاي يكون متواضع مع الناس، ان هو ازاي يكون بيساعد الناس وازاي هو يحب نفسه جدا جدا. ده شيء مهم قوي، لان احنا كتير من الاوقات بنهتم قوي ان احنا ولادنا يبقى كويسين مع غيرنا او مع غيرهم، وبننسى جدا ان هم يكونوا كويسين مع نفسهم. قولي انت كراجل مش كأب، ايوه، قربك من البنات بسنهم المختلف ده، أيوة. علمك ايه كراجل؟ اولا علمني من بنتي مثلا الكبيره ان انا في اوقات كده احنا للاسف الشديد يعني بنعمل فخ لنفسنا ولاولادنا. يعني ايه؟ يعني مثلا اكون متضايق او اكون عايز حاجه معينه واستنى كده اشوف بنتي هتعملها مش هتعملها، ولو ما عملتهاش اتضايق، ولو عملتها كده هتبسط. طيب فبنتي قالت لي حتى كده، قالت لي لازم تكون loud and clear. يعني انت قول لي، يعني لو انا يعني قول لي لو انا ما عملتش خلاص يبقى انت تضايق، لو انا عملت تمام بس لازم تقول لي. يعني فهي علمتني حاجه مهمه قوي قوي قوي، انما ما ينفعش ازعل واعيش بقى في دور الضحيه من غير ما اتكلم اصلا. ما انا ما قلتش حاجه. طب انا عرفت منين بقى؟ انا عارف منين معايا؟ انت بتتضايق من حاجه معينه او عايز نعمل حاجه معينه بس انت ما قلتليش، فانت مستنيني اعمل او ما اعملش. فهماني؟ فجودي قالت لي قلت لها صح عندك حق، يعني خلاص بعد كده هقول. بس والمهم لما اجي اقول بأنهي طريقه. يعني ما هو في الاخر لو انا بحب الانسان اللي قدامي مش عايز ازعل منه، فعشان مش عايز ازعل منه لازم اقول له طبعا. فلازم ولما اجي اقول له ما اقولوش بلوم وعتاب وان انا لا، لازم اقول له برضو بطريقه لطيفه حلوه. يعني انا على فكره بقى في كذا 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 كذا، وادي له مره واثنين وثلاثه معايا. بس تمارا يعني انسانه متفائله قوي في حياتها ومبسوطه، يعني الحمد لله بتنجوي، بتستمتع بحياتها فده برضو ده جانب مهم يعني. فاهماني؟ فهو طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليهم كمان طبعا على مامتهم، ان كل واحده فيها حاجه. فاهماني؟ فاللي هو وتمارا بتحب الرغي، يعني فاهم شويه بقى كلام وكده نم ساعات شويه. فتمارا بتتكلم كتير، يعني بنتكلم كتير قوي. يعني جودي برضو نفس الموضوع، وتيا نفس الموضوع، بس تيا شويه ايه ليها لسه صغيره 15 سنه، فبرضو ليها طبيعه تانية تيا يعني. احمد طبعا يعني بحبه جدا جدا، وبس هو يعني خلاص دلوقتي في مرحله بقى ان هو بقى نقل من مرحله الشباب لبقى راجل بقى وبقى متحمل مسؤوليه، وهو انسان جميل يعني الحقيقه يعني. ما شاء الله ربنا يحفظه. بتبقى حريص انك تقول له ايه احمد؟ يعني لو في مره قاعدين لوحدكم من اب لابنه بيبقى في بالك انك لازم تقول له ايه؟ خدي بالك هو طبعا عشان هو اتولد برضو واتخلق في المجال بتاعي، فبقى الحوار بالنسبه لنا حوار اكتر في كوره. فاهماني؟ فهو بيبقى مهتم قوي ان هو يسمع رايي، ان هو اكون موجود معاه يعني. وبعدين الحمد لله ما بعملش اي نوع من انواع الضغط عليه معايا. فهو بيبقى دايما حابب ان احنا نكون موجودين مع بعض ونشارك مع بعض في الكلام مع الكوره يعني. وفي اوقات في الحياه بقى بياخد رايي، بس انا ما بزودش مع احمد يعني لما يجي ياخد رايي في حاجه مثلا بقول له رايي بسرعه، يعني كلمتين بس. في الكوره ولا حاجه شخصيه؟ في الكوره بنتكلم اكتر، انما حاجه شخصيه بقولها له يعني ما برغيش. ليه؟ يعني هو كده ما بحبش كده. احمد هو عايز معلومه يعني وخلاص. بس انتوا صحاب يعني. هو لو احمد قال لي حاجه مره مهمه حلوه قوي، والحقيقه انا احترمتها جدا منه. قال لي بص،
احنا مش هنكون صحاب، وده عادي، وانا تقبلت الموضوع ده. قال لي لان مساله الصحاب ده انا عندي 20,000 صاحب، انا ما عنديش غير اب واحد بس، فبناء عليه احنا مش هنكون صحاب. فما تتضايقش ان احنا مش صحاب. وانا فعلا ما اتضايقتش. قال لي انا ممكن عندي صاحب واثنين وثلاثه واربعه واغيرهم، انما ابويا مش هغيره، فبالتالي انت بالنسبه لي هتفضل دايما ابويا. طبعا سند ليا، وانك انت بتساندني، وان انت كذا وانت كذا. يعني فكره انك انت، بعض الناس يقول لك ايه، حاول تصاحب ابنك. لا، انا على فكره انا مقتنع جدا بكلام احمد. لا، مش هصاحبه، لان انا مش هكون صاحبه، ومش هينفع يتكلم معايا في المواضيع اللي بيتكلم فيها مع اصحابه. يعني ايا كان ايه الموضوع، وايا كان نوع المواضيع، وان كان حتى مستوى الكلام وطريقه الكلام بتاعت المواضيع، يعني فاهماني؟ فمش لازم يتكلم معايا فيها. هو يتكلم معايا في حاجات معينه، هو دايما، بس لازم دايما يحس ان انا دايما موجود معاه. يعني وقت ما يعوزني على قد ما اقدر انا موجود، سواء بقى بالتليفون، سواء بالمكان، سواء ايا كان انا موجود معاه. انما مساله ان احنا نبقى اصحاب، وانا بجد، وانا بقول الكلام ده لكل الابهات، ما تحاولش تكون صاحب ابنك، لان انت مستحيل هتبقى صاحبه. لان هو حتى لو انت صاحبه هتبقى صاحبه بمزاجه، هيقول لك على حاجات ومش هيقول لك على حاجات تانية. فما تعيش ان انت صاحبه، وان انت فيري كلوز، ان انت قريب قوي منه، وان انت كذا. لا لا لا. فانا ابو احمد مش صاحبه. طب قول لي، بتخاف عليهم من ايه؟ اولا بخاف عليهم، يعني الحقيقه فكره الخوف مش عندي قوي. يعني انا مسلم الامر لربنا سبحانه وتعالى، وعندي ثقه في ربنا كبيره جدا، وعندي ثقه فيهم، وعندي ثقه فيا وفي مراتي كمان، ان احنا ربناهم كويس. فما دام ربناهم كويس، خلاص احنا مش خايفين من حاجه. احنا بنخاف عليهم في بعض الاوقات، او انا بخاف عليهم في بعض الاوقات من نفسهم، ان هم، يعني ان هم يدخلوا كده في العالم بتاعهم ما يخرجوش. يعني لان في اوقات لما بتخرج مع نفسك، الله اعلم بقى افكارك بتوديك لفين. يعني فعشان كده انا عايز ادخل دايما، فدايما تمارا وجودي بالذات، فبتكلم معاهم عشان عايز اعرف ادخل معاه. فمثلا يقولوا لي لا خلاص سيبنا، قلت له لا، انا داخل انا كده جوه معايا. جوه بقى تقولوا ايه او ما تقولوش ايه مش مشكله، بس انا جوه. فاهمه؟ بتعمل ايه لو عايز تدي نصيحه لابهات عندهم ولاد في السن ده؟ بتعمل ايه عشان تقدر تبقى جوه دماغهم من غير ما هم يبقوا واخدين بالهم ان انت جوه دماغهم؟ بس هي دي سنس مهم قوي. يعني ازاي بتعرف تتكلم، او ازاي بتفتح مواضيع. وممكن انك انت عايز تقول حاجه، بس مش لازم تقولها مباشر، ممكن تقولها من بعيد قوي، وممكن ترميها كده وتسكت. يعني اللي انا عايز اكده للابهات ان الولاد بيتاثروا جدا جدا باهاليهم، سواء بينوا كده او ما بينوش كده، فهم بيتاثروا. بس مش لازم تاخد، يعني انا شايف ان الولاد دول عاملين زي الزرعه. انت لما بتزرعها في الارض وبتسقيها وتحط لها السماد بتاعها وتحط لها الكلام ده، انت ما بتشوفش الزرعه وهي بتطلع. فاعمل اللي عليك بس، واسقي الزرع بشكل كويس، وهي هتطلع كويس معايا. فمش لازم تاخد رد فعل ابنك او بنتك في الكلام اللي بتقوله على طول، مش لازم. يعني انت قول الكلام وخلاص. رد الفعل ايه، او هم هيعملوا او مش هيعملوا، او عملوا او ما عملوش، سواء النهارده او بكره هيسمعوا الكلام ده لو هو الكلام. وبعدين الولاد دلوقتي بقوا يعرفوا يفكروا كويس، ويعرفوا يفلتروا الامور كويس. فانا شايف ان نصيحتي ليهم انك انت مش وبعدين ما ينفعش تكون ناظر مدرسه كل يوم. يعني ما ينفعش تكون مدرس، يعني ما ينفعش تكون تفضل بقى لا كذا. ساعات لازم تطنش شويه، يعني لازم تطنش. لازم تطنش، لازم. يعني تربيه الولاد زي الجواز كده، لازم تطنش شويه عشان الحياه تكمل. الحياه كلها الحياه كلها لازم تطنش شويه. ايوه صح. الحياه كلها، يعني حل انا مقتنع قوي ان 50% من حل المشاكل التجاهل. اوف. ده اكيد، يعني التجاهل، بس مش في امور خطر يعني. بس لازم تتجاهل. لازم تقبل ان ابنك او بنتك في بعض الاوقات ممكن يغلطوا. يعني ممكن يحصل فيه غلط ايا كان نوع الغلط. غلط في القرار، غلط في الدراسه، غلط في الحياه، غلط في الكلام. طريقه كلام معينه ممكن ما تكونش مناسبه ليك او ليكي. طبعا لازم تطنش. ما ينفعش هتقف على الواحده بقى، هيبقى صعب قوي بالنسبه للولاد. يعني فلازم تطنش يعني. بس ده رايي.
شايف ايه الغلطة اللي الجيل بتاعنا عملها وهو بيربي ولاده؟ اولا انا مش مع ان فكره ايه ان الولاد لازم تشد عليهم عشان لما الحياه تقابلهم يبقى هم يستعدوا. لا مش لا خالص. لما الحياه تقابلهم هم يستعدوا. يعني انت ليه تعذبهم هم موجودين معاك؟ يعني لو قدرت انك انت تعمل تربي ولادك ويكونوا مش اقولك مرتاحين بس تمام يعني ومطمنين وعندهم نوع من انواع الامان وحاجات من دي. لان في الاول والاخر لا قدر الله وحصل اي ازمه في حياتهم هي هتربيهم يعني. طبعا. يعني انت ليه تتوقع ان لما يحصل لهم افرض ما حصلهمش ازمه، افرض تمام يعني الحياه مستقره وكويسه، محتاج مجهود منهم وحاجات من دي، بس لازم في بعض الاوقات تخرجهم من الكومفورت زون بتاعهم، يعني من ان هم توريهم ان خدوا بالكم في كذا وكذا وكذا وكذا، والحياه مش هتمشي على طول زي ما انت عايز معايا. فممكن في اوقات الحياه تبقى اب اند داون ممكن، فاهماني؟ فده شيء مهم بالنسبه للاولاد يعني ان بس ما تعذبهمش وهم معاك. وبعدين مهم قوي ان في بعض الاوقات كلنا بيبقى عندنا التزامات معينه، فلازم تحط ولادك معاك في الالتزامات بدون خوف، بدون ما تخوفهم. بمعنى مثلا بنتك او ابنك عايز حاجه معينه، لا مفيش فلوس ومفيش كذا ومفيش كذا. لا، ما هو مفيش فلوس للحاجه دي. هو مش مفيش فلوس ان جنرال، مفيش فلوس مش عامه. هو في التزامات 1 2 3 4 وفي انكم. حتى ايفن لو انت عندك ما عندكش مشكله في الفلوس، لان او دخلك او حياتك مستقره جدا وعندك دخل كبير جدا، لان على قد الدخل بيبقى على قد المطالب يعني. فالموضوع مش مرتبط بان معاه 1000 جنيه زي اللي معاه مليون جنيه. ما هو اشاركهم في صناعه القرار جوه البيت، اشاركهم بدون خوف وبدون قلق وبدون توتر وبدون توتر يعني بدون توتر يعني. لان في الاول والاخر انا شايف العلاقه كده ما بين الاب والام والولاد زي علاقه كده ايه، الصلاه فيها فرض وفيها سنه فيها نوافل معايا. فالشيء الاساسي هو الفرض، لازم اصلي. لو انا عندي الوقت اكتر وكده حضرتك قدرت اعمل بقى اصلي اكتر، فهو نفس الموضوع. العلاقه بتبقى كده في التزامات معينه اكيده، وفي حاجات ممكن زياده وفي حاجات زياده الزياده معايا. فلازم تدخلهم معاك في الموضوع ده يعني. انما ما تقولش لا ومش هجيب لك كل حاجه وعشان ما تتعودش ان انا اجيب لك لا. لو انت قدرت تجيب له كل حاجه هات له كل حاجه، بس فهمه ان كل حاجه دي جت ازاي وجت منين وبتيجي امتى وبتعمل كذا كذا. بس يعني في نظريه كده انه الراجل مش المفترض خالص انه يشرك لا مراته ولا اولاده في صناعه القرار جوه البيت. يعني خلاص انت بتشتغل وانت مسؤول عن البيت، فما بتقولش لمراتك اي تفاصيل، ما بتقولش لاولادك اي تفاصيل، وخلاص انت صانع القرار جوه البيت. لا ما تقولش اي تفاصيل في لو قدرت على قد ما تقدر في مشاكل بره البيت او في ازمات بره البيت. لان ما تجيبش اللي بيحصل بره البيت لجوه البيت، لان هم ما لهمش ذنب يعني، او ان هو ما توترهمش يعني. لو قدرت على قد ما تقدر انك انت ما توترهمش، ما تكونش دراما يعني. يعني ما تجيش مثلا حد يضايقك في الشغل تيجي تعيط بقى وانا بتعب وبروح وباجي ومش عارف يعملوني ازاي وبتاع. لو قدرت انما مساله ان صناعه القرار، لا، صناعه القرار للكل يعني ما طبعا ولادك مش لازم يعني يتحملوا معاك صناعه القرار في الازمات يعني بالعكس لازم تطمنهم جدا 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 وتشركهم على خفيف قوي يعني مش قوي يعني تمرنهم يعني يعني مش تمرنهم يعني يعرفوا جدا ان الحياه يعني اب اند داون يعني، فاهماني؟ وانا شايف مهم قوي ان الرصيد المهم في العلاقه مع الاولاد هو رصيد المشاعر طبعا، مش رصيد البنك طبعا، ولا رصيد اي حاجه تانية غير رصيد المشاعر. لان المهم قوي ان يعني حتى بنتي مره جودي كانت بتتكلم معايا في الكلام ده، قلت لها انا كنادر يعني انا كان عندي ومنى مراتي برضو كانت مشتركه معايا في الموضوع ده. انا كان ممكن جدا عندي ان انا نعمل رصيد كبير مادي مثلا على سبيل المثال، سواء كان في اي كان مشاريع واي كان. طبعا ده مهم، ده جزء مهم لازم يتعمل، بس في جزء اهم
هو رصيد الذكريات اللي بتحصل وان احنا بنستمتع بحياتنا. يعني لو انا عندي 1000 جنيه انا مش هخلي ال1000 جنيه بس على ان انا لازم احطها في حاجه مفيده. ما على فكره ان لما نسافر سفريه مفيده على فكره، لما نخرج خروجه مفيده، لما نتعشى بره مع بعض ده مفيده جدا. وهو ده الرصيد اللي بيفضل على فكره. لان الحاجات التانية متغيره. يعني ايه متغيره؟ يعني بتعمل انفستمنت، بتشتري شقه، بتشتري عربيه، بتشتري كذا بتشتري كذا. الحاجات دي اوكي ماشي، ده مهم. بتحط فلوس في البنك ودايع لاولادك، ده شيء مهم، ده كويس. بس مش يعني الاثنين لازم يمشوا مع بعض. طبعا مش اهم من ان هم انك تربيهم. لا، اصل انت لازم تعمل رصيد ذكريات ما بينك وما بينهم طبعا. ورصيد الذكريات كل ما يكون حلو فدايما بيفتكروه. يعني ما حدش بيفتكر العربيه بس، بيفتكر انه جات له عربيه باحساس حلو. هو بيفتكر الاحساس، ما بيفتكرش العربيه. ده حقيقي. انما لو انا فرضا جبت الابن عربيه وجبت لك عربيه اهي وانت انت اصلا ما انت مش عارف كذا وما عندكش مسؤوليه ويا رب يتمر فيك فاهمه كلامي؟ في بعض الناس ممكن تعمل كده، يعني اللي هو يكره اصلا العربيه باللي جابها. انما لو انت جبت هديه لابنك واديتها له بشكل حلو وشكل لطيف وعلاقه كويسه، وان هو يعني يقبلها منك، وان هو لو انت قدرت تجيب له احلى من كده بكتير هتجيب له، هو بالنسبه لك اهم بكتير جدا من اي حاجه ممكن تيجي. فاهمه كلامي؟ هو بيفتكر الاحاسيس دي، هو ما بيفتكرش الحاجه الماديه. اكتر من 20 سنه جواز. ما شاء الله. عملتوها ازاي؟ والله الحمد لله. يعني ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ الجميع. يعني بالعكس، هو دايما الواحد بيستمتع بحياته ايا كان فيها ايه. يعني ما بيأجلش متعته في الحياه. لان ومتعتنا في حياتنا ما كانتش مرتبطه بان ولادنا يكبروا، او ان احنا يكون عندنا النهارده فلوس قد كده، يكون عندنا فلوس قد كده، او يكون عندنا بيت صغير، يكون عندنا بيت كبير. فاحنا في خلال الحياه كنا مستمتعين بالحياه. والنقطه الثانيه ان احنا شايفين نشوف مميزات بعض. يعني لان في الاول والاخر كل واحد فينا اكيد فيه مش عيوب، نواقص طبعا معايا. بس احنا نقبل النواقص ونبص على المميزات. يعني انا دايما شايف ان مهم قوي ان الواحد ما يزنش قوي غير في النواقص اللي تهمه قوي، مش على الفاضي والمليان، عشان يعني يدي اهميه كل حاجه. يعني فما ينفعش ان انا ما بحبش اكل رز مثلا او مكرونه اعمل مشكله كبيره، زي مثلا بتتكلم معايا بطريقه مش كويسه يعني طبعا. مثلا فاهمه كلام؟ فلازم ادي كل حاجه على قد حجمها. يعني والله مرت بسرعه الحمد لله يعني بصراحه. يعني فانما طبعا يعني العلاقه لما تكون علاقه صحاب وعلاقه، لان هو الجواز مش مجرد واحد وواحده بيعيشوا مع بعض عشان خاطر يعملوا بيت ويعملوا عيله ويعملوا اولاد. لا، ما هو بيبنوا برضو علاقه ما بينهم وبين بعض وهتفضل. بس اهم حاجه العلاقه دي مهمه تتطور، والشخصين نفسهم يتطوروا ويقبلوا التطور بتاعهم. لان لو في واحد اتطور في افكاره والتاني متمسك بحاجات قديمه، بتبقى مشكله كبيره جدا. بل بالعكس كمان اللي ما اتطورش ده بيتهم اللي بيتطور ان هو انت اتغيرت ليه. هو ما اتغيرش وتخلى عنه. هو ما اتغيرش. هو افكاره بس، نظرته للحياه اتغيرت، احتياجاته اتغيرت، احتياجاته حتى على جميع النواحي. يعني احتياجات الشخصيه، النفسيه، المشاعر، حتى ده احنا حتى في بعض الاوقات ممكن الواحد يكون بيحب ياكل صنف معين، بعد فتره ما قلب عليه مش عايز ياكله. فاهماني؟ بيحب مكان معين، خلاص انا لا زهقت مكان ده، انا عايز مكان تاني، وهكذا. احنا وبعدين في بعض الناس بتقبل التغير على نفسها وما تقبلش التغير على غيرها. ده حقيقي. طب اشمعنى يعني؟ كنت بتقولي حاجة حلوة جدا قبل ما نسجل. أيوة. انه احيانا المتجوزين بعد كام سنة جواز، أيوة. لما بقى بتبدأ الصدامات أيوة. والخلافات وكده، بيكسلوا ان هم أيوة. يكتشفوا النسخ الجديدة صح. من بعض ويتأقلموا عليها. مزبوط. ويروحوا يدوروا على نسخ تانية بره. للأسف. الحقيقة وانت اكيد شفت ده في صحابه. اكيد شفنا ده، وكتير من الناس تعرضوا لده. يعني
يعني انا شايف دايما زي ما كنت وهدموا بقول لك بيوتهم وبوظوا علاقاتهم. طبعا انا كنت زي ما بقول لك ان دايما زي ما كنت بقول لك الاغنيه اللي بحبها بتاعت عمرو دياب حلوه البدايات. ما حلوه البدايات مع الشخص نفسه، يعني هو مش لازم ان انا بداياتي تكون مع شخص تاني. يعني وهبتدي من اول سطر تاني، وبرضه هقابل نفس الحياه اللي هي برضه فيها حاجات بحبها وفي حاجات ما بحبهاش وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طب ما هو الاولى ان انا دايما ابتدي مع نفس الشخص واحاول معاه، وحتى هو لو مش قابل التغيير او مش قابل ان احنا نبتدي من جديد، هو يعني هو يستاهل. لو عاش معايا سنة، مش هقولك بقى 10 سنين و15 سنة و20 سنة، هو يستاهل ان انا افضل احاول وافضل احاول وافضل احاول وافضل احاول، سواء كان معايا، سواء كان من خلال حد متخصص. لان انا مقتنع جدا جدا ان الشخص لازم يكون عنده حد متخصص، يعني حد يفهمه نفسه، حد يعرف ازاي يتعامل مع نفسه. لو هما الاتنين دول مش قادرين يتعاملوا، ممكن يستعينوا بحد تاني متخصص في العلاقات، فبالتالي يبقى يقدر يساعدهم في ان هم بس حد يكون ثقة، عشان مش اي حد، يعني لازم يكون حد ثقة، مش قصدي ثقة في علمه، يعني ثقة في شخصه وفي علمه يعني، فممكن يساعدهم. انما الناس للاسف شديد بيسمعوا كلام الشيطان ويستسلموا بسرعة. شايف انه من الاحسن لو في ناس متجوزين وتعثروا اثناء الجواز ان هم يلجأوا لحد متخصص يساعدهم، احسن بكتير ما يلجأوا للاهل والصحاب. طبعا 100%. اولا لا، ومفيش صحاب خالص، يعني انا مش شايف مفيش اي صحاب، لان انا ما اعرفش نفسيات الصحاب بتتغير برضو، يعني وهل نفسيات الصحاب ممكن، هل هم حابين يساعدوا ولا مش حابين يساعدوا، هل الصحاب دول عندهم مشاكل فبالتالي يقول لك اشمعنى احنا عندنا مشكله، طب ما احنا كمان نبوظ الدنيا. حاجه كده تبقى في العقل الباطن، يعني مش لازم تكون ظاهره يعني. فلا، مفيش صحاب. انا بنصح، انا كنت لسه بتكلم مع بنتي، مفيش صحاب خالص، ولا صاحبتي ولا صاحبه ولا حاجه خالص معايا. صحابنا هم تمام جدا، صحابنا بره الموضوع، حتى لو حاولوا يدخلوا لا بره الموضوع. انما متخصص طبعا. الاهل ممكن، بس على حسب طبيعه الاهل. يعني هل الاهل، لان انا شايف ان مشكله المشاكل الجواز في الفتره الاخيره وعدم الاستمرار، او الناس ما بتستمرش كتير، سواء الجيل الصغير، هي مش مشكلتهم، مشكله الاهل يعني بيجيف اب بسرعه، يعني انا تروح لمامتها انا تعبانه انا متضايقه، خلاص سيبك منه يلا بينا معايا. طب انا متضايق، ده هي ما بتعاملنيش كويس، ده هي بتخرج كتير، ده هي لسه مش ملتزمه في البيت، ما بتعملش واجباتها في البيت، يلا بينا. لا، مش يلا بينا يعني، لا يلا، لا نقعد ونشوف ونحل ونقرب وايه هنفضل لو هو الناس مقتنعة ان هنفضل من اول يوم لغاية اخر يوم في حياتنا احنا بنحسن في العلاقة ما بيننا وبين بعض. فطبعا لازم ابتدي مع نفس الشخص، ولازم احاول مع نفس الشخص، ولازم كذا ولازم كذا، بعد ما نعمل كل المحاولات بقى الشخصيه والحد المتخصصين وحد من الناس اللي هم مثلا متدينين، او حد مثلا يكون عنده علم ديني وحياه في نفس الوقت، ما يقولش لا او حرام، لا هو عايز يتكلم على الحاجات اللي هي بتبقى بتقرب ما بين الناس وبعضها. بعد ما اعمل كل المحاولات وما حصل، خلاص قدر ربنا سبحانه وتعالى ما حصلش، حتى بعد ما نعمل كل المحاولات دي، حتى لو حصل انفصال عشان كل شخص يبتدي مع حد تاني او ما يبتديش، احنا كمان هنكون مبسوطين، هنكون مرتاحين، يعني احنا عملنا اللي علينا. مش مع اول قلم كده بنعترف، يعني ما ينفعش معايا. فانما في الاول والاخر، حتى لو هيبقى فيه برضو نوع من انواع الصراحة والوضوح، ان ممكن جدا يكون الراجل او الشخص مثلا مشاعره راحت لحد تاني، ما هو ممكن يحصل، او هي مشاعر الست راحت لحد تاني. حتى لو ده حصل، اعتقد بعد المحاولات والصراحة والوضوح ممكن يبقى حتى الانفصال هيبقى انفصال يعني محترم. يعني تفتكر ايه الشيء الاساسي في علاقتك انت ومنى واللي خلى المركب تمشي
كل السنين دي؟ حاجات كتير قوي. بس الحب مهم قوي. يعني هو مهم جدا لان ليه هو مش الحب بعد الجواز بيموت ما بيبقاش موجود؟ لا هو في كذا نوع من الحب. اوكي. مش نوع واحد. هو ما ينفعش حب اللي هو المشاعر واللهفة والحاجات دي كلها. ده طبعا ده شيء مهم. بس حب بقى العيشة والصفات الشخصية والتطور. ويعني ده مهم جدا. وان احنا نقبل ان احنا نتغير. واكون عارف ان انا لما اطلب حاجة لازم اصبر. يعني اطلب حاجة مرة واثنين وثلاثة واربعة واصبر 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 وهكذا. لان ما اقدرش الوم الشخص اللي قدامي زي ما كنت بتكلم قبل كده الا لما اوضح له معاه. واوضح له. ولازم كمان ان انا اديله المساحة ان هو يعني ممكن يغلط في بعض الاوقات. يعني انا مش ماسك له بقى سكينه بقى انا قلت لك فاعمل ما عملتش هموتك. لا ما ينفعش. ما هو برضه احنا برضه اذا كان ربنا بيقبل كده مننا ان احنا ساعات بنغلط ساعات بنكسل ساعات مش عارف ايه كده. وبعدين منى طيبه جدا وانسانه متسامحه. فده حاجه مهمه جدا. وبعدين يعني في الاول خالص اول ما ابتدينا ساعات ممكن كانت تزعل مني او تضايق مني او انا اتضايق منها. فقلت لها اهم حاجه ان احنا لما نيجي نتعاتب ما نتخانقش. يعني دي مهمه جدا جدا. انت عارف ان احنا جيلنا عنده المشكله دي. هو ما بيعرفش الفرق بين العتاب والخناق. الراجل بيبقى هو ممكن يبقى خايف عليها حرفيا. هو خايف عليها. أيوه. بس هو مش عارف يقول لها او مستكبر يقول لها انا خايف عليكي. فبيقول لها ما تعمليش كذا. انا ما بحبش الناس دي مع انه هو ممكن يقول لها ببساطه انا أيوه. خايف عليكي. صح مظبوط. لا هو مساله كمان العتاب في ايه. انا مثلا جت هي مثلا مثلا قاعدين في قعده مثلا وقالت كلمه سخيفه مثلا. فخلصنا القعده وروحنا ولسه بنركب العربيه الخناقه بدات معايا. طيب شدينا واتخانقنا لا مش قصدي ولا انت قصدك ولا مش قصدي وكذا وكذا خلاص خلصنا الخناقه روحنا البيت. فلما نيجي بقى نحلل الموضوع ما ينفعش نتخانق تاني. ما هو انا هقول ان انا اتضايقت من 1 2 3 4 ويديها يعني النية او حسن النية ان انا عارف ان انت ما تقصديش بس انا بقول الكلام ده. فدايما اي خناقة بتحصل عشان نتعلم منها مش عشان ان هي تكبر اكتر معايا. طبعا احنا مع مرور السنين ومرور الاوقات. يعني انا بتكلم دلوقتي طبعا بخبره وبهدوء وبحاجات كتيره جدا. ده طبعا ما كانش موجود قبل كده. يعني فاهمين اكيد. هو بصي اصعب احساسين ممكن يبوظوا اي علاقه. احساس ان انا مظلوم وان انا ضحيه. ان انا احس ان انا ضحيه. فبالتالي وده اللي بقوله لاولادي لبناتي لما تكوني متضايقه او هو متضايق من حد منكم لازم يتكلم. لازم يقول انا متضايق من ايه. متضايق من كذا 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 كذا. حتى سواء عنده حق او ما عندوش حق. ممكن لو ما عندوش حق يقول له على فكره او يقول لك مثلا لا خدي بالك انت فهمت غلط عشان في كذا كذا يبقى خلصنا. انما لو انت عندك حق معايا فبالتالي بتفضلوا تتكلموا في الكلام ده لغايه ما يخلص. انما ما حدش ياخد الكلام مع نفسه ويدخل بيه جوه نفسه وبعد كده يفضل حاسس دايما ان هو فيكتيم بقى وان هو ضحيه فده بيخليه ان هو يعمل ردود افعال معايا ممكن تكونش مظبوطه. وبعدين الطرف الثاني ما يفهمهاش اصل خدي بالك ما هي بتخرج ما انت زي ما انت اكيد عارفه هي بتخرج في حاجات تانية. ده حقيقي. طبعا هي ما بتخرجش. يعني واحده مثلا متضايقه من جوزها عمل حاجه معينه ومتضايقه منه انت بتبص لي كده. انا ما بصيتش على فكره. لا انت بصيت. هو انت مش عاجباك ولا ايه. فالخناقه تقوم على ان انت بصيت كده ليه مع ان الخناقه حاجه تانية خالص. فاهماني. فهو النقطه كلها طبعا في اوقات احنا بنلاقي مشكله ان احنا ما بنعرفش احنا متضايقين من ايه معايا. والنقطه الاكبر ان لما انا اتكلم يعني في بعض الاوقات او بشتكي من حاجه معينه ممكن الشخص اللي قدامي او ايا كان الاثنين يعني ان هو يتفه من احاسيسي او مشاعري. مش مستاهل على فكره يعني لا. بس الرجاله هم اللي بيعملوا كده. ما بغض النظر الجمله الشهيره بتاعت انت مكبره الموضوع قوي. يعني الموضوع مش مستاهل ده كله. لا بس انا مش مع دي خالص.
لان انا لازم انا اعترف او مش اعترف، يعني افاليديت، يعني احاسس بالانسان اللي قدامي يعني ايا كان، لان هو بالنسبه لها كبير. انا ما بحكمش من وجهه نظري انا، يعني انا بحكم من وجهه نظرها هي معايا. فانا دايما شايف ان ان انا ااكد احاسيس اللي قدامي حتى لو مش صح معايا، حتى لو اوفر، حتى لو كبيره. ده بيريح البني ادم اللي قدامي، يعني ده بيريحه حتى لو. والنقطه الثانيه ان مهمه قوي، يعني ان انا لما اجي اصل في اوقات انا حتى بقول لاولادي الكلام ده في بعض الاوقات، بناتي يعني ممكن تكون هي زعلت مني في حاجه معينه، فانا اقول لها طب سوري معلش انا اسف ما تزعليش مني وكده. فهي تعتقد ان انا فعلا عملت حاجه غلط، بس هو انا ما عملتش حاجه غلط، بس هو متضايقه قوي 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 قوي، فانا اعتذر لها. فانا بقول لهم على فكره انا اعتذاري مش معناه ان انا غلطان بس، انما معناه ان انت عندي اهم بكتير جدا من ان انا اثبت لك ان انا لا صح. حتى لو ثبتت ان انا صح وانت عارفه ان انا صح وستيل برضو زعلانه، فده اهم عندي بالنسبه لي من ان انا اثبت، فاهمه؟ يعني مهم قوي ان انا يعني ايه، زي ما بقولك دايما، ان انا اكسب قلبها افضل بكتير جدا ما اكسب موقف. يعني مش شرط ان انا ابين ان انا لا، انا بعدين اقول لها على فكره يعني هو اعترافي ليكي ان انا اسف وان انا غلطان مش معناه ان انا لا، معناه ان انت اهم عندي من ان انا اثبت ان انا صح. بس خدي بالك بعد ما تهدى بقى خالص، بس خدي بالك في 1 2 3 4 5، انما في الوقت ده صعب. بص هغششك حاجه، قولي. الراجل اللي هو الاب والاخ والزوج بينسى يعمل حاجه بسيطه جدا. ليه؟ مع الست لما بيجي يتعامل معاها هو بس بيبقى محتاج يقول لها ان انا حاسس بيكي بس مش فاهم، يعني مش فاهم مشاعرك، يعني مش فاهم انت زعلانه ليه للدرجه دي، مش فاهم انت غضبانه ليه للدرجه دي، بس انا حاسس بيكي. هو ما بيعرفش يعمل ده. لا انا بقى اوكي اغششك اتفضل اتفضل اتفضل. لا انا حاسس بيكي بس فهميني اكتر. يعني مش فاهمك دي هتروح في حته جا، انت مش فاهم حاجه وانت عمرك ما تحس يعني بيا. لا ماشي انا معاك اوكي كول. خد بالك كل كلمه وكل حرف هتودينا في سكه تانية. فاللي هو انا حاسس بيكي جدا بس فهميني معلش انا اسف مش فاهم، انا اسف مش فاهم، معلش مش فاهم. طب فهميني اكتر. طب انما مش فاهمك انت رايحه بقى في حته تانية. فاللي هو انا حاسس بيكي جدا بس فهميني اكتر، انا مش فاهم، مش قادر، المشكله عندي ان انا اللي مش فاهم. طب معلش فهميني اكتر فهميني اكتر وهكذا. هاي يعني انا اشتريت هاي. طيب شابتر تاني في الحياة خالص، ماتش اعتزالك. انت بتنهي مرحلة في حياتك بلاعب نجم بينور لشخص تاني هيروح يعمل حاجة تانية خالص وهيسيب ده كله. ازاي عرفت تعمل التوازن ده، انك تفضل محتفظ بنفسك؟ الناس بتوه لما بيحصل لها السويتش ده، بتوه بتعطل. صح عندك حق جدا، بس هو اولا في حاجتين مهمين. وحصل لك وعمرك قد ايه؟ انا اعتقد 2008 كان عندي كام سنه؟ كان عندي 35 36 اعتقد. يعني كنت بصي انا فعلا ده حقيقي. انا لما اعتزلت كوره في 2008 كنت متضايق قوي. انا كان عندي يعني كنت متضايق مني، يعني انا كنت هقولك انا ما كانش عندي، انا في اخر مرحله في حياتي لما رحت الاهلي كانت مرحله طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا، بس انا حاسس ان انا قصرت في حق نفسي، لان انا كنت رايح عشان هدف معين، ان انا العب طبعا في النادي الاهلي وان انا العب في منتخب مصر وابطل اعتزل بعد بطوله افريقيا في 2006. فجيت بقرار من المدرب، هو عايز يعتمد على ما يعتمدش على او يعتمد على عصام وقتها. فطبعا انا ما عملتش اي رد فعل، يعني ما عملتش اي رد فعل في ان انا احارب على ان انا لازم اكون موجود. يعني فاخدت الموضوع بشكل فيري بروفيشنال، وده مش وحش، بس ما دفعتش عني، فهماني؟ يعني ما دفعتش عني ودفعت عن وجودي وعن كياني فخدت الموضوع
بصفات شخصيه اكتر. في اي واحد في الدنيا، اي لاعب في الدنيا، انا مش بتكلم دلوقتي على الكوره، انا بتكلم على العلاقه الشخصيه ما بيني انا كنادر الانسان وكنادر اللعيب. فنادر اللعيب زعل من نادر الانسان اللي هو انت ازاي ما تدافعش عني، وازاي ما تحاربش عليا، وازاي بعد العمر ده كله انك انت ما تعملش كده، وازاي تضحي بيا عشان خاطر ان في الاول والاخر يبان انك انت او انك انت انسان ملتزم وشخص بتحترم الناس، واحترم الناس كل حاجه بس دافع عني. فبجد كان عندي ازمه كبيره. اوكي. وبعد ما اعتزلت ما حلتش الازمه دي الا لما رحت لحد متخصص وفهمني كده. دكتور نفسي، طبيب نفسي. مش طبيب، هو لايف كوتش او ثيرابيست، يعني هو متخصص في ليه حسيت انك محتاجه؟ لان انا كنت متضايق مني. فهماني؟ وكنت حاسس ان انا ليه عملت كده في نفسي، انا معايا ليه عملت كده في نادي اللعيب نفسه. فهو عمل صلح ما بيننا وبين بعض. عمل التصالح بقى، قال لي بص، هو المشكله حصلت 1 2 3 4 ولازم تتصالحوا مع بعض، ولازم ان انتوا توصلوا لمرحله ان في الاول والاخر طبعا ده قدر من ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين بيه. والنقطه الثانيه ان في الاخر برضو لازم تتصالحوا مع بعض. فصالحنا على بعض معايا. ودي كانت اول ازمه مريت بيها بعد ما اعتزلت. الازمه الثانيه ما كانتش كبيره قوي، لان انا بعد ما اعتزلت دخلت في الميديا. الميديا برضو بتدي اولا بتعوض شويه، بتدي. بس عمري الحقيقه ما وصلت للشغف والمتعه بتاعه الكوره في الميديا. طبعا معايا بحب الميديا وكل حاجه، وعملت نقله كبيره بالنسبه لي وعرفتني اكتر للناس وحاجات من دي. بس الكوره احساسها مختلف معايا. فجيت بقى بعد اكتر من 13 سنه 14 سنه 16 سنه عملت تصالح تاني مع نفسي. لان انا بحب الكوره جدا جدا، وكنت عايز بعد ما اعتزلت الكوره ان انا اشتغل في الكوتشنج، ابقى كوتش، ابقى مدرب. انا بحب الكوتشنج. فلما جت الميديا وقتها خدتني، وطبعا الولاد كانوا لسه صغيرين، وبرضه الميديا بتدي بريق وبتدي شهره وبتدي فلوس وبتدي حاجات كتيره قوي، ومريحه ومستقره. فالولاد كانوا صغيرين، ما ينفعش بقى ان انا اشتغل في الكوره تاني ويبقى بقى من مكان لمكان وهكذا. فجيت بس انا جوايا لا، انا عايز الكوره معاه. فجيت قلت خلاص احنا خلصنا المهم يا جماعه، دلوقتي بقى مع نفسي ومع اولادي ومع مراتي وكده. قلت لهم انا بقى ايه، هشتغل ككوتش بقى معايا بجانب شغل تاني، بس هشتغل ككوتش. فبقيت رجعنا تاني اتصالحنا تاني مع نفسنا. فهي دي المرحله اللي بعد 2008 يعني مساله الاحساس بقى بالنفس وحاجات من دي. وبعدين في نفس الوقت دايما بملاها، لان في اوقات، في بعض الاوقات بعض الناس لما بتبطل كوره بتحس ان هي مظلومه، ضحيه، ما حدش مهتم بيا، فبيبقى تماما بقى وبيعاقب نفسه. لا انا يعني بقى لازم اكون متصالح مع نفسي ان دي مرحله تانية ملهاش دعوه بالمرحله الاولانيه. وفي نفس الوقت لازم احترم المراحل كلها اللي انا مريت بيها، وما ينفعش اعيش في مرحله واحده طول عمري معايا. فلا، في شغل كتير حصل يعني، في حوار كبير حصل يعني. فاكر اليوم اللي تميت فيه 40 سنه؟ انا فاهم اليوم، انا فاكر اليوم اللي تميت فيه 50 سنه. مش عارف ليه مش 40؟ والله ما اعرفش بجد. يعني حصل لي كده سويتش غريب كده، ما اعرفش. اتاخرت 10 سنين؟ ما اتاخرتش، لا انا بالعكس عادي. انا يعني الحمد لله، يعني ربنا يديمها، مستمتع بكل السنين يعني. بس 40 سنه كان عادي يعني، ما ركزتش فيه. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، عادي زي 39 زي 35. لا زي 50 تحديدا. 50 ما اعرفش، حسيت كده ان ايه، اهدى بقى يعني، اهدى ويعني ايه يعني نهدى يعني. اوكي طبعا بنروح وبنشتغل بكون مهتم بالولاد، وعايز الولاد يكونوا في احسن حته، وعايز الولاد يكونوا ناجحين في حياتهم اوكي، بس بهدوء بقى، بدون اي نوع من انواع الضغط ولا معايا يعني. الله اعلم الاعمار بايد ربنا سبحانه وتعالى، بس بتكلم على انك انت في مرحله الهدوء والاستمتاع والمتعه اهدى فاهم يعني، اهدى بس. ده اللي جالي والله بجد. وانا ستيل لغايه كان هيوديني في مرحله مش حلوه، بس الحمد لله ان ربنا يعني هداني وانعم عليا ان انا لا اروح لمرحله الاحلى، اللي هي مرحله في مرحلتين. مرحله ان هو ايه، خلاص بقى واحنا خلاص بقى وكبرنا بقى والكلام اللي هو ملوش لازمه ده. ليه مرحله انك انت لا ستيل لسه
بس استمتع بحياتك واستمتع باولادك واستمتع وهكذا. هي دي اللحظه اللي حسيت فيها انك كبرت، حسيت بفكره العمر؟ لا انا عمري ما حسيت ان انا كبرت بصراحه يعني. بصراحه عمري ما حسيت ان انا كبرت. وفي اوقات بناتي بيقولوا لي يعني في اوقات كده يعني لا بالعكس، عايش الحياه بكل التفاصيل بتاعتها. طبعا في بعض الاوقات ممكن اكون، انما مع بناتي بالذات مع ابني يعني عايش مع كل حد بسنه، مع تيا بسنها، مع تمار بسنها، مع جودي بسنها، مع احمد بسنه وهكذا يعني. ما عنديش فكره ان انا كبرت يعني خالص. نادر بتاع الثلاثينات مختلف ايه عن نادر بتاع الاربعينات؟ مختلف ايه عن نادر بتاع الخمسينات؟ مختلف. اولا طبعا اكيد الواحد لما يكون عنده نضج في التفكير بيفرق كتير جدا. الثلاثينات طبعا كانت مرحله فيها دوشه كتير قوي، مرحله دوشه يعني، وفيها حياه وفيها كوره وفيها سفر وفيها بنلعب ماتش ونكسب ماتش ونخسر ماتش وولاد صغيرين يعني. تحس كده ان البيت مش بترتب. مرحله الاربعينات يعني مرحله بقى يعني ايه، بتبتدي ترتبي في البيت. حقيقي. مرحله الخمسين بقى دي مرحله بقى ان البيت اترتب تمام جدا، نقعد بقى نرتاح يعني. ده احساسي، وده احساسي بالمراحل دي كلها. انما كل مرحله وليها حلاوتها بصراحه يعني مفيش مرحله احلى من الثانيه يعني. مفيش بقول ان يا ريتني كنت رجعت، لا مش عايز ارجع في العشرينات ولا عايز ارجع في الثلاثينات. بالعكس انا عايز ابقى موجود هنا واستمتع بهنا بس خلاص. بتحب تبص في المرايه؟ عادي يعني، لما عادي مش اللي هو بعمق يعني ببص في المرايه. مش من الناس اللي ممكن يبص لنفسه في المرايه ويكلم نفسه ويسال نفسه عن حاجات؟ مش لازم ابص في المرايه، بص من غير المرايه. انت بتقعد مع نفسك بتكلم نفسك؟ يعني مش بتكلم مع نفسي بس بعيش معايا يعني يعني مش يعني بعيش. حتى ايفن لو انا قاعد مع ناس يعني بس بعيش يعني مش اللي هو محتاج اقعد مع نفسي وافصل وكده. لما بكون مثلا ايه داون شويه، ده طبيعي، محبط شويه من حاجه معينه او من فبعترف بيه وبقول لمراتي مثلا، بقول لها انا مش احسن حاجه، انا مش في احسن مود. فطب ايه بتاع هطلع يعني وبطلع يوم يومين بعدين انا عودت ان احنا ما نزنش. يعني ايه ما نزنش؟ يعني مثلا انا مش في احسن مود، خلاص تسيبني، مش تسيبني تطنشني، بس تسيبني اللي هو ايه الاخبار النهارده على خفيف كده، مش اللي هو لا تعالى وايه بقى وفي ايه بقى وايه اللي بيحصل وليه كده مش هنفضل نزن على بعض. وهي نفس الموضوع، لو هي مش احسن مود، طب في ايه احسن النهارده؟ طب الدنيا تمام، طب كذا وهكذا يعني. انما ما بزنش كتير وهي ما بتزنش كتير بصراحه. ايه الفرق بين انك تستسلم وانك تسلم؟ تستسلم ان انت ما عملتش اي محاولات، وان انت تسلم انك انت تعمل كل المحاولات بتاعتك وبعد كده خلاص يعني سلمت بقى خلاص. لا سلمت لله، ده مسلم لله من اول يوم. فماني لا انما ان انا ما اجتهدش وما اشتغلش وما اعملش وحاجات من دي وكده. انا النجاح بالنسبه لي في المحاولات مش في تحقيق نتيجه خالص خالص خالص. انا مجرد ما بعمل اللي عليا وبعمل اقصى حاجه عندي انا كده نجحت. حققت نتيجة اوكي، ما حققتش نتيجة اوكي، ما فيش مشكلة، لان انا عملت محاولة في الاتجاه ده والباب اتقفل، فخلاص لازم الف وادور على باب تاني يعني. وعمر ما وده اللي انا بحاول اقوله لاولادي دايما وبقوله لابني احمد، مهما اجتهدت في حياتك واشتغلت واتمرنت وحاجات من دي وبعد كده جيت مثلا ما خدتش النتيجة، اوعى تفتكر ان المجهود ده مش هيروح. المجهود ده هتاخده بس في حتة تانية، بس حته بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني هيقدر لك الخير فيها يعني. فانا نجاحي في المحاولات. بتتكلم مع ربنا؟ طبعا. بتتكلم معاه ازاي؟ اولا بكلم مع ربنا سبحانه وتعالى دايما يعني بحب اولا، و بصحوبيه، ان احنا قريبين قوي وصحاب قوي. وعمري ما فكرت في ربنا سبحانه وتعالى بالخوف يعني. بس الخوف يعني انا حاسس ان العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى باحساسي انا بيها علاقه حلوه يعني، علاقه فيها صحوبيه وفيها قرب وفيها مسامحه. ده مش معناه اعلان ليا ان انا اعمل اي حاجه غلط عشان خاطر ربنا طبعا، بس لازم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى
احلى بكتير جدا واكبر بكتير جدا من بعض الناس اللي متخيله ان ربنا هيعاقبني. هو مش قاعد لي على فكره، هو ربنا مش قاعد لنا ان هو يعاقبنا يعني. هو ربنا سبحانه وتعالى بس بيحذرنا، وفي الاول والاخر رحيم جدا بينا. فهو العلاقه علاقه رحمه يعني مع ربنا، وعلاقه ثقه وعلاقه تسليم. لان انا ممكن اطلب شيء معين ومن ربنا سبحانه وتعالى وما يحصلش، بكون متاكد ان هو خير ليا. ف بس امتى اخر مره عيطت فيها؟ ما بعيطش كتير قوي بصراحه. ممكن في بعض الاوقات اعيط، بس ما اعيطش خارجيا ظاهريا. يعني ممكن داخليا. بس اكتر حاجه بتضايقني ان انا اتفهم غلط. فهيكون مطلوب مني ان انا اشرح واعبر عن نفسي، فده يعتبر دفاعا عن نفسي وانا ما اقصدش. يعني لما اكون قصدي على شيء معين ويتفهم غلط، فبالتالي افضل افسر للانسان اللي قدامي ان انا ما اقصدش الكلام ده، فبحس بالظلم كبير قوي. فده اكتر حاجه بتضايقني. ليه الرجاله في الجيل ده مش بيعيطوا او بيتعاملوا مع فكره ان انا لا عادي، لو اقدر اعيط على فكره ما عنديش مشكله. يعني مش مثلا بكون عايز اعيط، بس الشيء اللي بيخليني ممكن اعيط مش لازم شيء محزن على فكره خالص يعني ممكن اخليني اعيط بكلمه حلوه من بنتي مثلا، فاهمه، بمسج حلوه من بنتي مثلا. مش عياط يعني نهنها يعني، بس ممكن ادمع. يعني مثلا تيا مثلا بنتي بعتت لي مثلا فيديو كده على التيك توك معين، خلاني ادمع، فاهماني؟ كان يعني كان في قد ايه هي بتحبني، وقد ايه انا قريب منها، وقد ايه هي انا بالنسبه لها حاجه كبيره. ويعني ففي في احاسيس حلوه قوي 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 ممكن تخليني ادمع، ممكن تخليني اعيط يعني من اكتر الحاجات اللي بتاثر فيا هي اولادي بصراحه. ربنا يحفظهم يا رب، ربنا يحفظهم. بتخاف من الحسد؟ يعني بتصدق فيه؟ ما بصدق فيه طبعا يعني. بس ما دام بسلم الامر لله يعني، بعمل عليا واقرا قران واقول اذكار ومش اكيد موجود، بس مش عايش فيه يعني. مش اللي هو لا انا اتحسد وحاجات من دي كده. بس بيبقى في حاجات كده معينه بتحصل، بقينا واعيين بقى ليها يعني. في كتير من الاوقات لما دايما الواحد لما بيكون عنده حاجه حلوه بيحب يشارك فيها الناس طبعا. فطبعا السوشيال ميديا وسيله من الوسائل ان انت تشاركي فيها الناس، سواء انستجرام او سواء وات ايا كان. فاوقات كتيره جدا لما بنشارك فيها الناس حاجات مثلا تخصنا انا ومراتي مثلا، خناقه بعدها على طول. كل الناس كده، كل الضيوف اللي قعدوا مكان حضرتك قالوا نفس الجمله. أنا كل مره بحط صوره ليا انا ومراتي ما اعرفش لازم. وبعدين انما مش يعني لو هي حطت مفيش مشكله، فاهمه؟ ما اعرفش ليه، فاهمه؟ والله بجد. فانا اقول لها بصي يا منى، ما انا هحط الصوره يعني نقرا بقى المعوذتين ونقرا قل اعوذ برب الفلق وايه الكرسي وحاجات من دي، ونعرف كويس قوي ان ممكن يحصل، فاهمه كده؟ بجد والله. فحتى ايه ساعات كده في كده ايه، في فايب كده بتحصل. فبعد اقول لها ايه، تقول لي شكلها كده في حاجه. انا قلت لك فاللي هو ايه، ربنا يستر معايا. بس بيحصل. وبعدين اصل خدي بالك، انا عارف كويس قوي ربنا طبعا يعني يعافي الناس كلها ونفوس الناس كلها. انما وانا بقول لمنى كده، بقول لها يا بنتي، هو مش كل الناس هتحبك، مش معنى كده عشان انت مش كويسه او انا مش كويس. بس في اوقات ممكن واحد او واحده ممكن يكون عندها مشكلة نفسية أو عندها مشكلة شخصية أو عندها مشكلة أسرية، فبقصد بدون قصد تحسد أو تغير منك أو تحقد عليكي، أو ما هي أمراض عادي بنعيش فيها يعني. مش معنى كده إن إحنا هي فينا إحنا كمان. بس إحنا على قد ما نقدر بنحاول إن إحنا يعني نكنترول نفسنا يعني. لا يعني ابو سيدنا يوسف قال له لا تقصص رؤياك على اخاك فيكيدون لك كيد. واخواته يعني، بس اخواته وبعدين هو المشكله بتيجي في القريبين على فكره، مش من بعيد. يعني اللي عارفين حياتك، اللي عارفين تفاصيلها، واللي عارفين رايحه فين وجايه منين وايه تفاصيل الحياه يعني. ما بتجيش من حد ما تعرفوش خالص يعني. لا انت مش مهم اللي بس هو النقطه. طب والناس بقى اللي هي يعني اكتر شهرة بكتير جدا وايه ما احنا مش جوه حياتهم، فما نعرفش بيحصل لهم ايه. ممكن بيحصل لهم برضو زينا، بس احنا ما نعرفش بيحصل لهم ايه. طب قول لي الحياة يوم حلو ويوم مر. قول لي كده عن اليوم الحلو. يعني احلى يوم
في حياتك فما تقدرش تنساه، ويوم مر اللي برضو كان يوم مر فما اقدرش انساه. والله احلى يوم في حياتي ان انا بقعد مع ولادي بصراحه ومراتي، يعني الفاميلي، يعني ده في اي كان المكان. يعني فاهمه، يعني عارفه بحبها قوي الاغنيه بتاعت بهاء سلطان، حلوه التفاصيل. الجديده حلوه قوي، فظيعه. فاهمه يعني انا حتى انا طبعا ولادي كلهم بحبهم جدا، بس تمارا بنتي كمان لما بتكون موجوده في مكان بتدي حلوه، فايب حلو يعني. كلهم الحقيقه، بس تمارا اكتر يعني. فانا عملت لها الاغنيه دي وبعتها لها، فطبعا عجبتها قوي قوي الاغنيه. المهم، فانا شايف ان اي يوم حلو بيبقى حلو بتفاصيله وبالناس اللي موجوده فيه، مش مرتبط بقى بمكان، مش مرتبط بسفر، مش مرتبط باي حاجه تانية يعني. ده الايام الحلوه بالنسبه لي يعني. والايام الصعبه، الايام الصعبه مش صعبه، هي اليوم حلو يوم مش حلو، مش يوم مر. يوم حلو مش حلو. يعني ما يعني اكيد الواحد بيحصل له ساعات توترات في الحياه، في شغله، لازم يكنترول الموضوع ده، يعني لازم ما يسيبش نفسه ان هو يروح فيها. يعني ممكن مشكله حصلت، ممكن اي حاجه، يعني اي حاجه بتحصل الحياه مش هتمشي على نغمه واحده طول الحياه يعني. انما ما دام انا دايما بقول الكلام ده، ما دام اي حاجه ممكن تحصل بعيد عن الصحه وبعيد عن الستر، خلاص اي حاجه تتعوض وتتغير يعني اي حاجه بعيده عن صحتنا وصحه ولادنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يسترنا. اي حاجه ماديه، حاجه المفروض تحصل ما تحصلش، مفيش مشكله. ده ربنا يحفظك يا رب، ويحفظ لك عيلتك. انتوا عيله جميله في الحقيقه يعني، فربنا يبارك لكم ويحفظكم. نورتني. الحوار معاك كان ممتع. ميرسي، شكرا. احنا عدينا الوقت. فنورتني. لا انا بجد مبسوط بوجودي معاكم، ويا رب ان شاء الله بعد ما الناس تتفرج على الانترفيو يعني نكون قدرنا ان احنا نساعدهم او نفيدهم او نستفيد منهم يعني اعتقد لانه كنت بتتكلم من قلبك، فاعتقد يعني لا وانا كمان بجد يعني مش مجامله ليكي كمان يعني. الحوار، لان في الاول والاخر لما يكون الحوار يعني بيعتمد برضو على الحوار يعني. فانا بجد بشكرك وبحييكي قوي على حوارك وعلى كلامك، لان هو الكلام اعتقد مش مجرد اسئله قد ما هي حوار ما بيننا وبين بعض. فانا ميرسي وجود لك. نورتني ميرسي جدا.